تخيل هذا المشهد. الملعب يهدأ والأنظار كلها تتجه نحو رجل واحد. رجل رفع كأس العالم كلاعب وكمدرب، ديديي ديشان. الجميع ينتظر. ماذا سيقول بعد مواجهة نارية أمام أسود الأطلس؟ هل سيتحدث عن الصعوبة؟ هل سيقلل من المغرب؟ ولكنه دخل وبدأ بجملة صدمت الجميع. ما واجهناه اليوم لم نواجهه منذ سنوات. المغرب ليس فريقا عاديا. ثم أضاف: لقد عانينا واضطرنا أن نخرج أفضل ما لدينا لنتجاوز هذا الاختبار. في هذا الفيديو سأعرض لك النص الكامل لتصريحات ديديي ديشان كلمة كلمة. سنحلل لماذا وصف المغرب بأنه اختبار حقيقي. والأخطر في آخر الفيديو سأخبرك بالجملة السرية التي قالها ديشان للاعبيه في غرفة الملابس عن المغرب. أبقى معي للنهاية، لأن أهم اعتراف من ديشان جاء في آخر دقيقة من الندوة. أيها السادة، بعد نهاية المواجهة الكبيرة دخل ديديي ديشان قاعة الصحف وهو يعرف أن الكلام سيكون ثقيلا. بدأ ديشان حديثه وقال: أولا يجب أن نعطي المغرب حقه. قدموا مباراة كبيرة جدا، لديهم تنظيم دفاعي قوي وروح قتالية عالية وجمهور يدفعهم. ثم تابع بصراحة: لم تكن مباراة سهلة أبدا، على العكس كانت من أصعب المواجهات التي لعبناها. اضطرنا أن نكون في أفضل حالاتنا الذهنية والبدنية لنخرج بالنتيجة التي نريدها. وهنا جاءت الرسالة الأولى الخطيرة من ديشان. قال: عندما تلعب ضد فريق يدافع ككتلة واحدة ويهاجم بسرعة فأنت تحتاج لصبر كبير. المغرب أجبرنا على أن نلعب بتركيز 90 دقيقة كاملة. ثم تحدث عن الخطة وقال: كنا نعلم أنهم سيضيقون المساحات، لذلك طلبت من اللاعبين التحرك بدون كرة واستغلال الأطراف، والحمد لله نجحت الخطة. وسئل ديشان عن أداء بعض اللاعبين فأجاب: لدي مجموعة رائعة، كل واحد قام بدوره، الأهم أننا كنا متماسكين كفريق. هذا هو سر فرنسا. لنحلل 3 نقاط مهمة في كلام ديشان. النقطة الأولى: الاحترام الكبير للمغرب. لم يقل ديشان كانت سهلة، بل قال أصعب المواجهات. هذا اعتراف رسمي بقوة أسود الأطلس. النقطة الثانية: التحذير للاعبيه. بقوله عانينا فهو يريد أن يذكر لاعبيه أن الطريق لا يزال طويلا وأنه لا مجال للتهاون. النقطة الثالثة: رسالة للعالم. عندما يقول مدرب فرنسا هذا الكلام عن المغرب فالعالم كله يستمع ويعيد الحسابات. وكان رد الفعل سريعا. الإعلام الفرنسي عنوانه: ديشان يعترف المغرب أصعب اختبار. الإعلام المغربي قال: حتى ديشان يعترف بنا. الجمهور كتب: شكرا يا ديشان على الاحترام. ولم ينس ديشان أن يختم بجملة مهمة: كرة القدم تتطور والمنتخبات الإفريقية والعربية أصبحت تنافس بقوة. المغرب مثال واضح على ذلك، يجب علينا أن نحترم الجميع. ثم أضاف وهو يبتسم: نحن سعداء بالتجاوز، ولكن علينا أن نتعلم من الصعوبات التي واجهناها اليوم. هذه الجملة تلخص عقلية ديشان. رجل لا ينتشي بل يحلل ويتعلم. إنما قاله ديشان ليس مجاملة، هو تقدير من أحد أكبر المدربين في التاريخ لما فعله المغرب، وهذا أغلى من الفوز. في النهاية كلام ديديي ديشان يثبت شيئا واحدا: المغرب أصبح اسما يرعب الكبار ويجبرهم على الاحترام. الشكر لكل لاعب رفع رأس الوطن. الشكر لكل من جعل مدرب فرنسا يقف ويصرح بهذه الطريقة. والآن أريد أن أسمع منك. بعد سماعك لتصريحات ديديي ديشان ووصفه لمواجهة المغرب بأنها من أصعب المواجهات، هل ترى أن المغرب نال الاحترام الذي يستحقه عالميا؟ وما هي رسالتك للاعبين؟ اكتب لي في التعليقات واضغط لايك واشترك لنتابع سويا.